هو محمد كوفي لاعب الزمالك السابق فين دلوقتي؟ في سنة 2014 الزمالك تعاقد مع اللاعب البوركيني محمد كوفي اللي بيلعب مع نادي دهوك العراقي واللي كان بيلعب في بتروجيت وقدم معاه مستوى جيد جدا. بعد ما انضم اصبح لاعب مؤثر ولاعب اساسي ومستواه ظاهر جدا، امكانياته عالية ولاعب عنده شخصية في الملعب، وقدر يساهم بشكل كبير جدا بفوز الزمالك بالدوري والكاس وقتها، وقدم بداية عبقرية للاعب فعلا عنده شخصية وعارف قيمه التيشيرت اللي هو لابسه. ولعب مع الزمالك لمده موسمين ونص تقريبا، 68 مباراه، قدر يسجل 5 اهداف، وكان لاعب على المستوى الدفاعي صلب وعنده روح، حتى لو امكانياته مش كبيره ولكن كان فعلا لاعب مقاتل في الملعب وعنده روح وعاوز يقدم حاجه للفريق. في سنه 2017 كان في مشكله بسبب مستحقاته ورحل عن الزمالك وانتقل لنادي الرائد السعودي. لعب 26 مباراه، سجل هدف وصنع هدف، وقدر يساهم في انقاذ الفريق من الهبوط الموسم ده. ثم بعدها انتقل للمصري، لعب موسمين وكان واحد من افضل المحترفين في الدوري وقدم مستوى هايل. 64 مباراه، سجل 7 اهداف وصنع 3، ورغم ان مركزه لا يحتم عليه انه يسجل اهداف ولكن كان بيقدر يقدم مساهمه يعني. ثم انتقل للكواكب السعودي، تجربه صغيره ما كانتش موفقه جدا، ورجع لسموحه وبعدها للبنك الاهلي، والموضوع ما كانش افضل حاجه بالنسبه لمحمد كوفي. بعدها انتقل لاحد دوريات الهواه في فرنسا، تحديدا لنادي اسمه السود نيفرينيا اللي كان بيلعب في احد الدوريات الاقليميه، وتجربه برضه ايه ده؟ ليه عملت في نفسك كده؟ علشان في 2021 يعتزل محمد كوفي. وبس يا سيدي، دي كانت قصه محمد كوفي. قول لي بقى في الكومنتات تحت الحلقه اللي جايه تكون عن مين من سلسله حلقات هو فين دلوقتي؟